أهلاً بكم، عاملين إيه؟ النهاردة جاية أحكي لكم على قصتي مع بواب العمارة اللي خلاني أخلع 5 مرات، بس من قلبي. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة. بوسة لكم كلكم. أنا اسمي نسرين، عندي 32 سنة، مطلقة من 4 سنين. حياتي بعد الطلاق كانت عادية جداً لدرجة الملل، روتين بيتعاد كل يوم كأنه شريط قديم. بصحى الساعة 7 الصبح، أعمل فنجان القهوة بتاعي، أقعد شوية في الصالون، أبص على التلفزيون من غير ما أركز، بس عشان أضيع الوقت لغاية ما أجهز وأنزل على شغلي. الشغل بالنسبة لي مش شغف ولا طموح، هو مجرد وسيلة عشان أنسى نفسي في الزحمة وأهرب من التفكير في الوحدة. أرجع البيت الساعة 6 المغرب، أقفل باب الشقة ورايا وأحس بالصمت بيغطي على كل ركن. الصمت ده مش صمت عادي، بالعكس ده صمت بيخليني أحس إني لوحدي في العالم. ما فيش ولا حد بيسأل عليا ولا حد بيسمع صوتي إلا لو أنا اللي قررت أتصل بحد. وسط الروتين ده كان في شخص واحد بس اللي بينور يومي من غير ما يحس، بواب العمارة. شاب بسني تقريبا، يمكن أصغر مني بسنتين أو 3، طويل شوية، بشرته سمراء وعينيه بتبص عليك بهدوء بس فيها نظرة غامضة. كنت بشوفه كل صبح وهو قاعد على الكرسي بتاعه عند الباب الرئيسي، بيشرب شاي أو بيقلب في تليفونه. أنا بطبعي هادية ومسالمة، فكنت يا دوب بقول صباح الخير وأنا خارجة أو داخلة، وهو بيرد بابتسامة صغيرة وأكمل طريقي. ما فيش أي حاجة بينا في الأول غير السلام العادي، لكن ما كنتش عارفة أن اللحظات الصغيرة دي هتبقى هي اللي بتدي اليومي لون مختلف. كنت أحياناً بصحى قبل المنبه وألاقي نفسي بفكر إني هنزل وهشوفه من غير ما أعترف لنفسي، وأحس براحة غريبة لما أشوفه قاعد حتى لو ما تكلمناش كتير. وجوده كأنه علامة صغيرة وسط بحر من الروتين، حاجة بتفكرني إن في حد بيتكرر معايا كل صبح. ورغم إن سلامنا ما كانش بياخد تواني، كنت بمشي وأنا حاسة براحة غريبة، كأني أخدت طاقة بسيطة تكفيني أكمل بيها اليوم. مع مرور الأيام السلام العابر اللي بيني وبينه ما بقاش مجرد عادة صباحية، بقى في إحساس خفي ما كنتش عايزة أعترف بيه لنفسي. كنت بلاقي نفسي ببص وأنا نازلة وطالعة وبدور عليه، حتى لو كان عندي عذر بسيط بالنهار. كنت بشوفه في مكانه على الكرسي بيعمل شغله ببرود، لكن بالليل الوضع كان مختلف. بطلع البلكونة بتاعتي وأبص على مدخل العمارة وألاقي المنظر دايما بيتكرر. هو قاعد ساكت بيبص على الشارع وكأنه بيحرس الدنيا كلها. بالليل الإضاءة كانت خافتة وكنت بشوف ملامحه أوضح من بعيد، عينيه كانت بتلمع شوية مع ضوء الشارع، وكانت قعدته بتدل على الهدوء والثقة. كنت بقول لنفسي غريب الشاب ده، ما بيتكلمش كتير، ما بيتحركش كتير، بس بيشد الانتباه. في مرة فضلت عيني عليه أكتر من اللازم، حسيت إن قلبي بدأ يدق شوية وإنفاسي بتتبدل. من اللحظة دي فهمت إن الموضوع ما بقاش سلام صبح وبس، بدأ يتحول لفضول وإحساس تاني بيتسلل ببطء من غير ما يديني فرصة أوقفه. بقيت بستنى اللحظة اللي بشوفه فيها بالليل كأنه طقس يومي، أجهز العشاء أم أطفي التلفزيون وأقعد في البلكونة بكوباية شاي بس عشان أشوفه ولو لدقيقة. حتى لو ما شافنيش، العجيب إني كنت بشوف تفاصيل صغيرة عليه: إزاي بيسند راسه على إيده لما يزهق، إزاي بيمسك التليفون ويضحك شوية، وحتى إزاي بيزبط قعدته على الكرسي لما يعدي حد من قدامه. كل حركة كنت بخزنها في ذاكرتي كأنها لحظة مهمة. في الفترة دي بدأت تجيلي أسئلة ما كنتش متعودة أفكر فيها. هو متجوز؟ عنده حبيبة؟ عايش لوحده؟ بيلاحظ إني ببص عليه كل ليلة؟ ولا أنا اللي مدية للموضوع أكبر من حجمه؟ كنت بحس إني بقرب من حاجة لسه معرفتهاش كويس، بس كانت بتخليني حية من جديد. الفضول كان بيكبر مع كل ليلة، ومعاه إحساس دافئ بيحرك حاجة جوايا كنت فقدتها من زمان. الليل كان أصعب وقت عندي، دايما النهار بيكون فيه حركة وشغل وضجيج الشارع والناس اللي بشوفهم، كل ده بيغطي على إحساس الوحدة. لكن لما الليل بيجي والصمت بيعم، كل الأفكار بتصحى مرة واحدة. كنت بكون في الحمام أو أنا بجهز السرير، وفجأة بيجي على بالي وشه، ملامحه الهادية، الابتسامة الصغيرة اللي ما بتكملش التواني، والعينين اللي فيها سر ما كنتش قادرة أفسره. كنت بلاقي نفسي ببتسم كأني مراهقة بتفكر في واحد معجبة بيه. ومع الوقت ما بقاش مجرد صورة عابرة، بقيت بعيش معاه مواقف خيالية. ساعات بتخيل إني بطلع أبص عليه بالليل وهو يرفع راسه ويبتسم لي وأسمعه بيقول كنت فين؟ كنت مستنيكي. أو أتخيله قاعد معايا في الصالون بنتكلم وبنضحك كأننا أصحاب قدام الشموع.
الأفكار دي ما كانتش بريئة، في الغالب كنت بحس بيها بتشدني لأماكن ما كنتش أتخيل قبل كده. كنت بحس بحرارة في صدري ونبضي بيعلى، وكان جسمي بيرد على إحساس مش ملموس. كنت بحاول أقوم التخيلات دي أحياناً وأقول لنفسي: يا نسرين، ده مجرد بواب، ما تتعلقيش بالأمل، ما تخليش نفسك تتورط. لكن الغريب كل ما حاولت أوقف التفكير كان بيرجع أقوى. الوحدة بتخلي العقل يعمل عوالم كاملة من ولا حاجة. وأنا بحكم إني مطلقة وبعيدة عن أي علاقة من 4 سنين، كان الفراغ العاطفي والجسدي عندي كبير جدا، وهو حتى من غير ما يعمل مجهود كان بيملأ جزء من الفراغ ده. في ليالي كتير كنت بطفي النور في الصالون وأقعد بس قدام البلكونة أستناه يطلع أو يتحرك، وكان وجوده في المشهد هو اللي بيحدد إذا كان ليلي هيكون هادي أو لأ. وسط الأفكار دي كان بيجيلي سؤال واحد بيتكرر: هو كمان بيحس بيا زي ما أنا حاسة بيه؟ بيعدي من قدام بابي وبيسأل قال عليا؟ ولا أنا مجرد شخصية عابرة بالنسبة له؟ وكان الجواب الوحيد هو الصمت وصوت الليل اللي بيخليني أغرق في خيالاتي أكتر. كانت ليلة من ليالي الصيف، الجو دافئ والهدوء بيعم العمارة. كنت قاعدة في الصالون، التلفزيون شغال، بس عقلي مش مركز معاه. كل تفكيري كان فيه هو. طول اليوم كنت حاسة برغبة قوية إني أشوفه من قريب، مش بس من البلكونة. وأنا الصبح في المدخل، لكن وش الوش في مسافة ما فيهاش أي حواجز. كنت بلف في الشقة مش قادرة أقرأ ولا أشوف أي حاجة. كان في صوت جوه بيقول لي: نسرين، اللي عايزاه قدامك، محتاجة بس خطوة واحدة. الخطوة دي اللي كنت بخاف أعملها قبل كده. الليلة دي حسيت إني مستعدة ليها. مسكت تليفوني، دورت على رقم الخدمة بتاعته اللي كان متعلق في المدخل. دخلته من زمان وترددت ثانية وثانيتين. قلبي بدأ يدق بسرعة وإيدي بردت، لكن فضولي ورغبتي كانوا أكبر من خوفي. ضغطت على زر الاتصال وكل نبرة في صوتي كانت محسوبة. إلو يا بنت شادي. أيوة يا مدام، تحت أمرك. آسفة على الإزعاج، بس كنت عايزة مساعدة بسيطة في حاجة في البيت لو ما فيش مانع. صوته كان هادي وعادي، ما فيش أي علامة شك. ما فيش مشكلة، أنا جاية حالاً. قفلنا الخط وحسيت إن رجلي بتتقل، كأني عملت حاجة ممنوعة. رحت بسرعة على الباب، فتحته وسبته موارب عشان يقدر يدخل. رجعت على الصالون ووقفت في النص بتنفس بعمق عشان أضبط نفسي. دقائق قليلة وسمعت خطواته في المدخل. وقف وداني بابتسامة بسيطة وقال: فين الحاجة اللي محتاجة مساعدة فيها؟ عيني تبتت في عينه. ما كانش عندي أي غرض حقيقي، كنت أنا الغرض. قربت منه خطوة وحسيت قلبي بيدق في ودني. كانت لحظة فاصلة، وقلبي كان بيدق بسرعة زي الطبلة. قربت منه خطوة ورا خطوة، والمسافة اللي بينا بتضيق. كنت بحاول أقرأ ملامح وشه اللي كانت خليط من الارتباك والفضول. ما كانش مصدق إني استدعيته بالبيت. شوف، أنا ما طلبتش مساعدتك في حاجة في البيت. هز رأسه بهدوء كأنه بيفهم الكلام من قبل ما أقوله. قربت أكتر وحسيت نفسه قايق على وشي. أنا عايزة أفتح صفحة جديدة، وإنت بداية الصفحة دي. إنت بقيت بتشغل تفكيري، وأنا عايزة أعترف بده. كانت الكلمات بتخرج من قلبي، ما كنتش بخطط لها، كنت بقولها بكل صدق. هو بص لي في عينيا وابتسامة خفيفة ظهرت على شفايفه. أنا كمان كنت بحس بحاجة غريبة ناحيتك يا نسرين، بس كنت بخاف أقول. بعدها مدت إيدي ولمست إيده. كانت إيده خشنة بس فيها حنان عميق. اللمسة دي كانت شرارة حقيقية، ما كانش فيها كلام، بس قالت كل حاجة. قفلت الباب بهدوء وحسيت إننا بندخل عالم جديد، عالم ما فيهوش رجوع. دخل الصالون وكأنه بيبص حواليه عشان يحدد فين الحاجة اللي طلبتها، لكن أنا كنت واقفة قدام. ما كنتش عايزة أضيع ولا ثانية في أي مقدمات. قفلت الباب بهدوء ومشيت بخطواتي ناحيته وقلت بصوت هادي لكن في رجفة واضحة: بص يا شادي، أنا ما اندهتلكش عشان تساعدني في حاجة في البيت. هز عينيه ليا وظهر عليه الاستغراب، لكن ما قالش حاجة. الصمت ده زود ضربات قلبي أكتر. تنهدت وحسيت إن الكلام اللي مخزون في صدري من مدة طويلة هيخرج كله. أنا مطلقة من 4 سنين، 4 سنين وأنا عايشة لوحدي. برجع من الشغل للبيت بلاقي بس الصمت والوحدة. ما بقتش عندي حياة حقيقية، لا حنان ولا دفء ولا حضن. كنت بشوفه وهو بيسمعني، وشه هادي لكن نظراته مركزة علي بطريقة ما كنتش عارفة هي بتشدني ولا بتربكني. أنا معجبة بيك يا شادي من مدة، وكنت بخبي ده. ما كنتش عايزة أبين إني ضعيفة أو جريئة زيادة عن اللزوم، بس الليلة دي ما قدرتش أوقف الإحساس ده. عايزة أعرف إنك بتشوف فيا الراجل اللي يقدر يملأ الفراغ ده.
قربت منه شوية وحسيت المسافة اللي بيننا بقت صغيرة جدا. أنا عندي طاقة كبيرة، الطاقة دي ما لقيتش مكان أفرغها فيه، وعايزاك أنت اللي تساعدني في ده. كنت بحس بحرارة جسمي بتزيد، وبصراحة الكلام اللي كنت بقوله ما كنتش متعودة أقوله لأي حد، بس في اللحظة دي ما كانش عندي أي ندم. كنت حاسة إني بحرر نفسي من قيود الصمت. شادي بصلي شوية وبعدين ابتسم ابتسامة صغيرة فيها نوع من الارتياح. نسرين، أنا كمان بشوفك كل يوم وبتعجبيني، بس ما كنتش عارف إحساسي ده متبادل ولا لأ أصلاً. الجملة دي كانت كافية إنها تحرك فيا موجة إحساس قوية. حسيت إني أخيراً لقيت الشخص اللي هيفهمني وهيبادلني نفس الإحساس. مد إيده ولمس إيده، كانت إيده خشنة بس فيها حنان عميق. اللمسة دي كانت شرارة حقيقية، ما كانش فيها كلام بس قالت كل حاجة. المصارحة دي ما كانتش مجرد اعتراف، كانت بداية عالم جديد أنا داخلة بإرادتي وبدون خوف. لما قلت له كل حاجة كنت براقب وشه بحذر، ما كنتش عارفة إيه هيكون رد فعله. هينصدم؟ هيضحك؟ أو يمكن حتى يتكسف ويحاول يغير الموضوع. لكن اللي حصل ما كانش ولا واحد من الاحتمالات دي. شفت عينيه بتتغير، النظرة اللي كانت عادية وهادية بقت دافية ومليانة حياة. كانت نظرة بتقول أخيراً. حتى قبل ما ينطق بكلمة واحدة سكت شوية وفضل يبص ليا، كأنه عايز يتأكد إني فعلاً قلت الكلام ده وإنه عايز يوصل لي. بعدها تنفس بعمق وقال: نسرين، أنا كمان من مدة وأنا بشوفك وبتعجبيني، بس ما كانش عندي الجرأة أقولها. كنت واقفة، قلبي بيدق بسرعة وبحاول أقرأ كل كلمة قالها. سألته بابتسامة خفيفة: ليه ما قلتهاش قبل كده؟ هز كتفيه وقال: يمكن عشان أنا بواب في العمارة، وكنت خايف لو قلت حاجة تتضايقي أو تحسي إنها تجاوز. كلامه كان فيه صدق كبير، حسيت إنه بيحترمني وفي نفس الوقت بيوضح إن المانع ما كانش قلة رغبة، لكن خوف من إنه يخسر التواصل الصغير اللي كان بينا. ضحكت وأنا بقرب منه خطوة، حسيت المسافة بينا بتضيق وحرارة أنفاسه بدأت توصل لوشي. قال بصوت خفيف: لكن الليلة أنت اللي فتحتي الباب وأنت اللي قلتي كل حاجة، وأنا فرحان جدا إني مش لوحدي اللي كنت بحس بده. الكلمات دي كانت صاعقة دافئة في قلبي، حسيت بارتياح كبير، كأن حمل ثقيل انتشال من على صدري. لما بتكون معجب بحد ومش عارف هو كمان بيبادلك نفس الإحساس ولا لأ، الموضوع بيكون كأنه لعبة تخمين طويلة. واليوم الجواب جو واضح، شفته بيمد إيده وبيلمس إيدي. اللمسة كانت بسيطة بس مليانة معنى، كانت لمسة بتقول: أنا هنا وأنا معاك. ضحكت اللي هو عيني ما قدرتش تبعد عن عينيه. الاعتراف المتبادل ده كان النقطة اللي بدأت منها الحكاية الحقيقية، ما بقاش مجرد فضول أو سلام صبح. من هنا كل حاجة هتختلف. كانت الليلة هادية والجو في العمارة كان عادي على غير العادة. لما قفلت الباب ورايا حسيت بضربات قلبي بتسرع وكأنها بتسبق الزمن، وحرارة غريبة بتجري في دمي. قربت منه والصمت هو اللي كان مسيطر، لكن عينينا كانت بتقول من غير كلام. حسيت إن اللحظة اللي كنت بخبيها في دماغي هتبقى حقيقة قدامي. هو كان واقف بيبص ليا وملامحه كانت خليط من الكسوف والرغبة، كأنه مش مصدق إن ده بيحصل فعلا. قربت ليه شوية وحسيت المسافة اللي بينا بتقل لحد ما أنفاسه الدافية لمست خدي. كان إحساس جديد، رهبة لكن فيها راحة كبيرة. قلبي بدأ يدق بسرعة وكل ثانية كانت بتطبع تفاصيل مش هأنساها في ذاكرتي. حركت إيدي ببطء ولمست إيديه، كانت خشنة بس فيها دفء وأمان. هو فضل ساكت بس عينيه كانت غرقانة فيا. قربت أكتر وصنعت أنفاسنا بتختلط. تلاحظ كأنه بيطلب الإذن، وأنا كنت مستعدة أفتح الباب ده من غير تردد. الإحساس كان خليط بين الحنين والفرح وبين الخوف والشوق. حسيت إني رجعت حية بعد سنين من البرود والفراغ. مع كل حركة كنت بعيش تفاصيل صغيرة بتقوي الإحساس ده، اللمسة، النظرة، وحتى الهمس الخفيف. الوقت بدأ يطير والساعات عدت كأنها دقائق. حسيت إن روحي بتتحرر من القيود اللي كانت ربطاني. كنت بضحك من غير سبب وهو بيبص لي بعينين مليانة إعجاب. في لحظة حسيت كأني بتولد من جديد، مش بس جسدياً لكن من جوايا. رجعت بثقة في أنوثتي وقلبي رجع ينبض بالحياة. ولما قربت نهاية الليلة كنت عارفة إن في حاجة جديدة اتزرعت في حياتي وإني مش هبقى نفس الست اللي كانت قبل كده. كانت ليلة بداية مش مجرد لحظة عابرة، وكان إحساس غريب فيه حلاوة وفيه رهبة. لكن الأكيد إنه أجمل شعور عشته بعد الطلاق. مع مرور الأيام الموضوع بيني وبين شادي بقى أكتر من مجرد لحظة عابرة، بقى عادة يومية صغيرة بتخلي قلبي ينبض بحياة جديدة.
في النهار كنت بمشي في حياتي عادي، شغل طبيخ تنظيف وسلام على الجيران من غير ما حد يلاحظ أي حاجة. لكن مع مجيء الليل لما بيتنزل الستار قلبي كان بيدق بسرعة وعيني ما بتشوفش غير هو. كنت دايما بحاول ألاقي طرق عشان أخلي علاقتنا حية وما تبقاش روتين ممل. مرات كنت بغير لبسي عشان أبهر بيه، وبختار ريحة عطر جديدة عشان تلفت انتباهه، ومرات كنت بخلي الموسيقى شغالة في الصالون عشان نعمل جو مختلف. وحتى طريقة استقبالي ليه كانت بتتغير من يوم ليوم، مرة بفتح له الباب بابتسامة، ومرة بنظرة جريئة، ومرة بخليه يدخل لوحده ويلاقيني قاعدة كأني ما كنتش مستنية. الليل كان بيعدي بسرعة، لكن إحساسه كان بيخليني أعيش اللحظة بكل تفاصيلها. وحتى بعد ما بتخلص كنت بصحى الصبح وأنا في حالة رضا وراحة ما كنتش حاسة بيها من زمان. العجيب إن العلاقة دي كانت سرية تماماً، وكل سرية كانت بتزود حماسنا، كأننا في فيلم مسير مش عايزينه يخلص، وكل لقطة فيه محسوبة ومليانة إثارة. لكن كان عندي خوف واحد بس، العيون الفضولية، الجيران، البواب التاني، أو حتى الصدف اللي ممكن تكشف سرنا. عشان نتجنب الخطر ده كنت بحرص إنه يطلع في أوقات معينة وما يعملش أي صوت، وينشئ قبل الفجر عشان ما يشوفوش حد. مع مرور الوقت بقيت ألاحظ إننا ما بقيناش بنعيش لحظة جسدية وبس، بقى في تواصل عاطفي عميق بيتبني بينا. عينيه كانت بتقابل عينيه أكتر من أي وقت فات، وكلماته كانت دافئة حنينة بطريقة ما كنتش متوقعاها. وحتى طريقة حضنه بقى فيها حنان ما كانش من الأول. وكل مرة كانت بتيجي لي فكرة، هو العلاقة دي هتفضل سرية للأبد؟ ممكن تخرج للعلن؟ ولا الأفضل تفضل مخفية عشان ما تخسرش سحرها؟ أسئلة بتيجي وتروح، لكن في اللحظة دي كنت راضية ومرتبطة بيه، وعارفة إن كل ليلة معاه كانت جرعة حياة كنت محتاجاها من زمان. وهكذا كل ليلة لحد الساعة 2 بالليل الباب كان بيبقى مفتوح والخطوات بتقرب، وقلوبنا بتكمل حكايتنا من غير ما حد يعرف إيه اللي بيحصل بينا. ومع مرور الوقت علاقتنا ما بقتش مجرد لقاءات عابرة، بل بقت رحلة استكشاف. كل ليلة كنت بكتشف فيها تفاصيل جديدة عن نفسي وعن شادي. كنت بحس بطاقة جوا بتغلي، وحاسة إني لازم أخرج كل اللي جوايا عشان أرتاح. في الأول كنت محتاج أفهم نفسي كويس، أنا عايزة إيه بالضبط وإزاي أقدر أعبر عن ده. كنت خايفة أطلب حاجة كبيرة أو خاصة، خصوصاً إن أنا لسه في علاقة سرية وخطيرة. لكن مع الوقت قدرت أكون صريحة معاه، وقلت له على احتياجاتي وحتى على الحاجات اللي كانت صعبة عليا. في الأول طلبت منه مثلاً إننا نغير الأماكن اللي بنتقابل فيها عشان ما تبقاش روتين ممل. جربنا القعدة في سطح العمارة، وقعدنا في الجنينة اللي جنبنا. في نص الليل كان بيجهز لي مفاجآت صغيرة، بيشغل شموع، بيجيب معاه حاجات حلوة وحتى الموسيقى اللي بحبها. وأكتر من كده طلبت منه نكون صريحين مع بعض في مشاعرنا، أحكي له على الخوف اللي جوايا وعلى الأمل اللي بيتولد كل مرة بكون معاه. هو كان دايما بيفهمني وما بيخلينيش أحس إني ثقيلة عليه، بالعكس كان بيبدأ عشان يخلي كل مقابلة مميزة. في البداية بعض الطلبات كانت بتخليني أحس بإحراج، مثلاً طلبت منه إني أحاول أخرج من قوقعة الخوف بتاعتي وأتجرأ إني أعبر عن رغباتي من غير خوف. مع كل مرة كانت ثقتي بنفسي بتزيد، وبلاقي إنه هو كمان بيتعلم إزاي يرافقني في الرحلة دي. هو من جهته كان بيبدع في طرق جديدة عشان يفرحني، ما كانش مجرد البواب اللي كنت بشوفه الصبح، بل راجل حساس بيعرف يعبر بالكلام واللمسات عن إحساسه. مرات كان بيكتب لي رسائل صغيرة أو بيجيب معاه هدية بسيطة من غير سبب، وده كان بيعني لي كتير. مع التجارب دي بقيت أحس إني أقوى وأكتر حرية، وحسيت إن أنوثتي بتنبض بقوة. كنت بكتشف جوانب جديدة في نفسي، وكمان في علاقتنا اللي بقت أعمق وأصدق. اللحظات دي كانت مميزة جدا، لأن كل واحد فينا كان بيتعلم من التاني، وكنا بنبني الثقة اللي ما كانتش موجودة قبل كده. مع كل تجربة جديدة كنت بقرب أكتر من ثقتي بنفسي، وبحس إني مش لوحدي في الرحلة دي، وإن شادي شريك حقيقي حتى في الحاجات اللي كنت بخاف أعبر عنها. لأن العلاقة دي ما كانتش مجرد لقاءات جسدية أو لحظات عابرة، بالعكس كانت بداية تحول حقيقي في حياتي، في طريقتي اللي ببص بيها لنفسي، في الحاجات اللي بحبها. قبل ما أعرف شادي كنت دايما عايشة بحذر وخوف. الطلاق والسنين اللي عشتها في الوحدة سابوا فيا جروح عميقة، وتأثيرها كان واضح في إزاي بعتني بنفسي.
لبسي كان دايما بسيط وما كنتش بهتم بالتفاصيل. كنت بلبس من غير ما أفكر كتير، كأني فقدت الرغبة في الجمال أو التميز. لكن مع بداية علاقتنا حاجة جوايا بدأت تتحرك. كنت بحس بنفسي بتتجدد وعايزة أرد الجميل لنفسي. بقيت بختار لبسي بعناية، بشوف إيه اللي بيليق عليا كويس وإيه اللي بيعكس حالتي المزاجية. اللبس بقى وسيلة أعبر بيها عن نفسي الجديدة، عن القوة اللي كنت بكتشفها كل يوم. ما كانش اللبس بس، لكن كمان الاهتمام بجسمي بقاله أولوية. بقيت بروح الحمام كل صبح، بستخدم كريمات ماسكات كتير، وبحاول أرسم حواجبي وأحط مكياج بسيط عشان أبرز جمالي الطبيعي. الأهم من كل ده كان التحول في الثقة بالنفس. كنت بصحى كل صبح وأنا حاسة بطاقة جديدة، كأني قادرة أواجه أي تحدي. العلاقة مع شادي كانت بتغذيني بمشاعر إيجابية، وده كان بيأثر حتى على طريقة كلامي وتصرفاتي. بقيت أحس إني ست متألقة، عندي حضور خاص حتى مع الناس اللي ما أعرفهمش. الناس بدأت تلاحظ التغيير اللي فيا، وكانوا بيسألوني إيه سر التغيير الكبير ده؟ وأنا من جوايا كنت عارفة إن السر هو العلاقة دي اللي خلتني أكتشف نفسي من جديد. حتى الأمور الصغيرة زي الوقوف باستقامة والابتسامة، وحتى طريقة المشي بقت بتدل على إني رجعت أحب نفسي وبحس بالراحة في جلدي. شادي دي كان دايما بيشجعني وبيقول لي كلمات بتخليني أطير من الفرحة. أنت بتبصي لنفسك إزاي؟ أنت حلوة، أنا معجب بيكي أكتر كل يوم. الكلمات دي كانت وقود للنفسية الجديدة، وكانت بتخليني أحس إني فعلا مهمة وبستاهل الحب. التغيير ده ما كانش سهل، لكن كان ضروري، وكان نتيجة ثقة جديدة ومنحة حب اللي كنت محتاجاها. بقيت عايشة حياتي بطريقة مختلفة، مريحة وقريبة من نفسي الحقيقية اللي كانت مخفية تحت طبقات الخوف والحزن. مع مرور الوقت بقيت بكتشف إن لكل علاقة سر خاص، حاجة بتخليها مميزة ومختلفة. وبالنسبة لينا سحر علاقتنا بدأ في الحاجات الصغيرة اللي كنت بختارها بعناية، وخصوصاً اللبس اللي كنت بلبسه عشانه. كنت بحب أختار له اللبس اللي بيبرز أنوثتي وبيخليني أحس بالقوة والجمال. مرات كانت فساتين رقيقة شفافة شوية، بتوري بشرتي بطريقة ناعمة وبتخليه يشوفني بشكل عمره ما شافني بيه قبل كده. مرات كانت ألوان جريئة، أحمر أو أسود، بتزيد من شدة انتباهه وبتخليني أحس بالجراءة اللي كنت محتاجاها. كل ما كنت بلبس حاجة خاصة كنت بلاحظ نظراته إزاي بتركز وبتكون مليانة إعجاب. كان بيفضل ساكت، لكن في عينيه كنت بشوف شرارة الحماس والاندهاش. كنت بحس كأني بملك القدرة إني أسيرة من غير ولا كلمة، بمجرد لون وقصة اللبس. كنت بروح للمراية كل مرة قبل ما يدخل، بظبط شعري، ببص على اللبس مرة واتنين، بختار التفاصيل الصغيرة زي الشوز أو الإكسسوارات. كنت بحس بفرحة داخلية كبيرة، لأني كنت عارفة إن اللحظة دي هتكون لحظة خاصة جدا بالنسبة لينا. في كل مرة كان بيجي كنت بستقبله بابتسامة وثقة وبنظرة عيون بتعبر عن شغف كبير. وكان بيقرب مني، وكنت بشوف إزاي ضربات قلبه بتزيد مع كل خطوة. كنت بحس إن السحر الخاص ده مش بس بينا، لكن بيسري في جو العلاقة وبيقويها. كانت لحظات السحر دي بتديني إحساس بالقوة، وبإني مش مجرد ست بتدور على علاقة، لكن ست بتعمل عالمها الخاص، عالم بتقدر تعيش فيه مشاعرها كاملة من غير خوف أو قيود. حتى هو بدأ يشارك معايا في اختياراتي، بيديني ملاحظاته بطريقة محترمة وبيشجعني أكون جريئة أكتر وأكتر. التفاهم ده قربنا أكتر، وحبنا يكبر بطريقة طبيعية من غير ضغط أو استعجال. كنت بحس إن اللبس والسحر الخاص ده هما الجسر اللي بيخليني أوصل لجوانب جديدة في العلاقة، جوانب فيها احترام، رغبة وحب حقيقي. وكل مرة كنا بنعيش اللحظات دي كنا بنقرب أكتر من نفسنا وبنحب بعض بشكل أعمق. السحر مش بس في اللبس، بل في طريقة التعبير عن النفس. نفس في إزاي نخلي العلاقة حية ومليانة حياة. السحر الخاص ده هو اللي خلى علاقتنا تكبر وتتطور مع الوقت. السنتين اللي عدوا بيني وبين شادي وكأنه فصل من أحسن الفصول اللي عشتها في حياتي. السنتين اللي جمعتنا فيهم لحظات فرح وأوقات سعادة وأيام بتخليني أحس إني فعلاً رجعت أعيش وأحب من جديد. في السنتين دول علاقتنا فضلت سرية وعمرها ما تسربت لحد. كنا حريصين جداً على خصوصيتنا، كل واحد فينا كان عارف إن السر ده مهم كأنه النفس، ولازم نحافظ عليه بقلوبنا قبل ما يكون مجرد التزام. كان بينا تفاهم صامت، ما كناش محتاجين كلام كتير عشان نفهم بعض. كانت النظرات كافية واللمسات بتقول كل حاجة. مع الوقت بقيت أحس براحة كبيرة معاه،
وكأنه شريك روحي اللي كنت مستنياه. بقيت بحبه من غير حدود. لقاءاتنا كانت بتفرحني، وكل مرة كانت مختلفة عن اللي قبلها من غير ملل ولا روتين. كنا دايما بنجدد حبنا بكل حركة بسيطة وكل كلمة حنينة. حتى المشاكل اللي حصلت كانت بسيطة وعادية، وكنا بنحاول دايما نحلها بالحوار وبالاحترام. ما كانش فيه مكان للخلافات الكبيرة، لأننا كنا عارفين إن علاقتنا خاصة ومحتاجة الحنان والتفاهم ده. في السنتين دول بقيت أحس إني قوية وحرة، وعندي ثقة كبيرة في نفسي. العلاقة مع شادي ما كانتش مجرد قصة حب، كانت تجربة حياة. اتعلمت منها كتير عن نفسي وعن الناس. حتى الناس اللي كنت بقابلهم في حياتي العادية كانوا بيشوفوني مختلفة. كنت بضحك أكتر، وكنت بدي طاقة إيجابية. كل ده بفضل شادي اللي أداني فرصة أرجع أعيش مشاعري من غير خوف. حتى اللحظات اللي كنت بقضيها لوحدي ما بقتش مملة ولا صعبة، بالعكس كنت بستغلها عشان أفكر في حياتي وأردها. وكنت بحس إن عندي دعم داخلي كبير بفضل العلاقة دي. طول السنتين دول كنت بحس إن العلاقة بينا بتغوص في أعماق بتعدي المساحات العادية، وتبقى شراكة حقيقية مبنية على الحب والثقة. ده كان بيديني إحساس بالأمان وبإني مش لوحدي في الدنيا دي. ومع مرور الوقت بقيت أحس إن السنتين دول هم السنين الذهبية اللي عمري ما هأنساها في حياتي، واللي هتخليني دايماً أقدر الحب الحقيقي والتفاهم العميق. كانت الأمور ماشية بيني وبين شادي بشكل طبيعي. كل ليلة كنت بقابله، وكل صبح كنت بشوفه في مدخل العمارة. وعلاقتنا كانت مستمرة على الموبايل، بنتكلم في رسائل ومكالمات خفيفة بتخليني أحس إنه لسه قريب مني. لكن فجأة، من غير أي إنذار ولا سبب واضح، اتغير كل حاجة. في يوم الصبح ما لقيتهوش في المدخل. فضلت مستنياه. كنت متعودة أسمع خطواته في الشارع، لكن حتى صوته اختفى. كان بقى فاضي، كأنه مدينة مهجورة. رسائل الموبايل بتاعته ما بقاش ليها رد، والمكالمات بتتقطع من غير رد. القلق بدأ يتسلل لقلبي. حسيت بفراغ كبير، مش بسبب البعد، لكن بسبب الغموض اللي خلقه الغياب المفاجئ ده. حاولت أتصل بيه أكتر من مرة، لكن الخط كان دايما مقفول. ما كانش فيه ولا جواب. ما كانش عندي فكرة إيه اللي حصل له. وكل سؤال كنت بسأله لنفسي أو للناس اللي أعرفهم في العمارة كان بيرد عليا بصمت مؤلم. سألت الناس، قالوا لي إنه اتنقل لمكان تاني من غير ما يدوا تفاصيل ولا حتى رقم جديد. الإزاد. بدأت أدور على أي معلومة عند الجيران وأصحاب المحلات والمسؤولين، لكن ما كانش فيه ولا حد عارف هو راح فين ولا رجع ولا لا. كنت بحاول أفكر في الأسباب اللي ممكن تكون حصلت. يا ترى في مشكلة كبيرة حصلت له؟ تعب صحي؟ مرض خطير؟ ولا يمكن قرر يهرب من كل حاجة بطريقة مفاجئة؟ ما كنتش قادرة أفهم، وكل مرة كنت بواجه صمت كبير بيؤلم قلبي. كانت ليالي صعبة جدا. كنت بقعد في البيت لوحدي، بعيد كل لحظة عشناها كأنها فيلم بيتعاد قدامي. كنت بسأل نفسي، يا ترى هيرجع ولا دي نهاية كل ده؟ الحنين بدأ يتسلل لي بشكل كبير، والفراغ بدأ يكبر جوايا لحد ما بقتش قادرة أتحمله بسهولة. كنت مستنية مكالمة، رسالة، حتى إشارة صغيرة تدل إنه لسه عايش، لكنه فضل ساكت من غير رد. الغياب المفاجئ ده خلاني أواجه الوحدة بحجم أكبر من اللي عرفته قبل كده، لكن في نفس الوقت خلاني أفكر في قوتي وإيه اللي المفروض أعمله عشان أكمل حياتي من غير وجوده. كانت تجربة قاسية مليانة ألم وشكوك، لكن كانت درس كبير علمني إزاي أكون قوية حتى في غياب الناس اللي كنت بعتبرهم جزء مهم من حياتي. الأيام بدأت تعدي وأنا محتارة ما بين الحيرة والقلق، ما بين الأمل والخوف. كل لحظة كنت بعيد فيها نفس الأسئلة: ليه اختفى؟ تعب من السرية اللي كانت بينا؟ حصلت له مشكلة ما قدرش يحكي لي عليها؟ ولا يمكن قرر يقطع العلاقة من غير حتى وداع؟ الأسئلة كانت بتدور في دماغي من غير توقف. كل صورة وكل كلمة كانت بينا بتظهر قدامي كأنها فيلم ما بيوقفش. كنت بحاول ألاقي تفسير منطقي لكل حاجة، لكن كل محاولة كانت بتجيب غموض أكبر. كنت بسأل نفسي، يا ترى الحب اللي كان بينا حقيقي ولا كان مجرد وهم عملناه عشان نهرب من الوحدة؟ تخيلت إنه ممكن يكون عنده سبب خاص بيه، حاجة أنا ما فهمتهاش وربما عمري ما هعرفها. الذكريات كانت بتعذبني أكتر. الضحك اللي كان بينا، اللحظات اللي كنا فيها مع بعض، الكلمات اللي ما أقدرش أنساها، كل ده كان بيخليني عايزة أعرف الحقيقة، لكن في نفس الوقت بخاف أواجهها، وخصوصاً لو حسيت بوحدة غريبة.
واحدة مش زي اللي قبل كده، واحدة بتخليني أفكر بعمق في حياتي وإيه اللي عايزاه من المستقبل، وإزاي أواجه غياب شخص كنت بعتمد عليه. كل الناس اللي سألتهم ما عندهمش أي جواب، كلهم بيفضلوا ساكتين، كأنه سر كبير ما ينفعش يتكشف. والصمت ده زود جرحي في قلبي، جرح مش بيخف بسهولة. كان عندي رغبة قوية إني أسيب القضية دي معلقة، لكن في نفس الوقت كنت عارفة إن قلبي مش هيهدى غير لما يعرف الحقيقة، غير لما يلاقي جواب. قررت أحتفظ بالذكريات الجميلة وأحاول أعيش بيها، لكن ما كنتش عايزة أفضل أسيرة للغموض ده. عايزة أكون قوية، أحب نفسي وأفتح صفحة جديدة في حياتي، حتى لو النهاية ما كانتش واضحة. فضلت محتارة، والحيرة دي بقت جزء من حياتي، جزء بيخليني أفكر في الحب وفي الثقة، وفي إزاي ممكن الإنسان يتعرض للألم من غير أي إنذار. ورغم كل حاجة، كنت عارفة إن الحياة لازم تستمر، وإن قلبي يستاهل يعيش السعادة، حتى لو كان لازم أتعلم إزاي أودع من غير وداع. وبعد ما شادي اختفى، نسرين ما استسلمتش للوجع. فهمت إن الحياة مش بتستنى حد، وإن الحب الحقيقي بيبدأ من حبك لنفسك. قررت تستثمر في نفسها أكتر وتخرج من الوحدة اللي كانت بتخاف منها. بدأت تعمل حاجات جديدة، تتعلم هوايات ما كانتش تعرفها، وتصادق ناس مختلفة. الحياة بقت ليها طعم تاني، بس المرة دي من غير ما يكون في بواب للعمارة. نسرين عرفت إن حكايتها مع شادي ما كانتش قصة حب كاملة، لكنها كانت درس مهم. هو جه في حياتها عشان يوريها إنها تستاهل الحب، وإن فيها جمال وقوة ما كانتش شايفاهم. وبعد ما خلص دوره، اختفى وسابها أقوى وأكثر ثقة. القصة دي بتعلمنا إننا مش لازم نستنى حد عشان نعيش. الشوب ممكن يجي ويخلي حياتنا أحلى، بس لو راح مش لازم ياخد معاه كل حاجة. الأهم إننا نتعلم من التجربة ونكمل الطريق وإحنا ماسكين في إيد نفسنا، عارفين إن السعادة الحقيقية بتيجي من جوانا مش من أي حد تاني.